تعالى اكلمك عن الالتهاب الخلوي واعراضه. ده رد فعل طبيعي بيحصل للجسم لما بيتعرض لإصابة أو عدوى، وبيجمع الجسم الخلايا الدموية والمواد الكيميائية في المكان اللي تمت فيه الإصابة، وأعراضه بتكون ألم في المكان المصاب وإحمرار وتورم حوالين المنطقة، غير السخونة في المكان المصاب وتعب وإرهاق عام. ومن الأسباب الرئيسية اللي بتسبب الالتهاب لما بيدخل ميكروب زي بكتيريا أو فيروس لجسمك، وقتها جهاز المناعة بيقوم بمكافحة العدوى، واللي بتشمل تجمع الخلايا الالتهابية لمهاجمة وتدمير البكتيريا المسببة للمرض، وممكن تكون بسبب الإصابات الميكانيكية أو الحروق الجلدية، وبيسبب التهابات مزمنة زي التهاب المفاصل الروماتويدي. وعلشان نعالج الالتهاب الخلوي بنستخدم العلاجات أدوية مضادة للالتهابات زي الإيبوبروفين أو الباراسيتامول عشان يقللوا من الألم والتورم، أو العلاج بالتلج. مهم قوي الالتزام بالراحة وإن احنا نتبع نظام غذائي صحي عشان نساعد في عملية الشفاء.